السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواصلي معكم. أقول لمارك تبا لك لأنك أغلقت لي المباشر. لو كان لدينا مباشر لكنت قد كلمتكم مباشرة عبر المباشر، لكن يلا لا علينا، سندخل في الموضوع مباشرة. ما زلنا مع قضية الشاعرة سامية بوطبية التي سرقت منها كل أو جل قصائدها، يعني سرقت. أنا لما وضعت بعض المنشورات دفاعا عنها، ذلك الذي يسمي نفسه الشاعر مصطفى النجار على ما أظن هكذا، قال في التعليقات أننا نحن قاضينا الشاعرة سامية بوطبية في الجزائر، وأخذت أشعارنا، قال أنها أخذت أشعار كبار الشعراء. من هم كبار الشعراء في الجزائر؟ قل لي. إن لم تكن هي شاعرة متمكنة تكتب قصائد جميلة جدا، يكفي أن كل أو جل قصائدها قرأت من كبار الشخصيات مثل الحب أخلاق وكثير من القصائد، ولم تنسب لها. هي إنسانة مظلومة جدا، نتاجها يذهب منها، يتبخر وهي ترى أمامها حلمها الجميل ولا تفرح به. حرام عليكم، احنا نقولوا في بالجزائر عيب عليكم، ما نقولوش احنا قاع أهل اليمن سراق ولا مشي ملاح ولكن وجاتني على كان صايرة عندنا جواسيسة ويجيبوا لنا الأخبار. قال لك عبد الغفور اللي قال باللي هدر وتكلم وقال باللي وقال أن تلك القصيدة إذا ألقى الزمان عليك شرا هي له. الآن جاءتني خبرية عبر الدردشة من جواسيسنا، قال لما كتب هو القصيدة كان عمره 15 أو 16 عاما، فكيف يعقل لطفل صغير في سن 15 أو 16 يكتب قصيدة بتلك البلاغة؟ هذا السؤال نسأله لعبد الغفور الشاعر الذي يتباهى أمام الجميع ويقول تلك القصيدة أنها له. ليست لك يا أخي، أنت سارق ماهر ماكر مخادع جدا، والله لن نسامحك نحن كجزائريين. سامية بوطبية إنسانة مظلومة جدا، ويجب على كل شاعر وشاعرة الالتفات لها، وأيضا مناصرتها أيضا عبر الفيسبوك والصفحات الفيسبوكية. عليه اليمنيين واقفين مع الشاعر تاعهم اللي يسموه عبد الغفور. ونسيتكم، وجاتني اليوم أيضا خبر مهم جدا عبر الدردشة أيضا. قال لي شاعر يمني أن ذلك الشاعر الذي يسمي نفسه عبد الغفور لا نقول عنه شاعر أبدا، نحن لا نضعه في خانة الشعراء. هذا ما قاله لي، ولما أرسلت له قصائد سامية بوطبية وأقسم لكم بالله احتار، قال لي عندها بلاغة ما شاء الله، ربي يبارك في هذه الشاعرة المتمكنة. فقلت له لهذا أنا أقول لك أن تلك القصيدة لها وليست أبو ماضي أو لعبد الغفور أو لذلك الشخص الذي يسمي نفسه لا أدري النجار أو لا أدري مصطفى النجار أو لا أدري ما اسمه.